السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الكوادراتيك انيكواليتيز او المتباينات التربيعية او المتباينات من الدرجة التانية. وطبعا احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الانيكواليتيز بشكل عام، واتكلمنا خاصة عن اللينير انيكواليتيز او اللي هي المتباينات الخطية او المتباينات من الدرجة الاولى. وهسيب لكم لينك في الديسكريبشن ان شاء الله للي عايز يطلع ويعرف اكتر عن الانيكواليتيز او المتباينات بشكل عام. واسيب لكم لينكات للي عايز يتواصل معايا سواء كان على الفيسبوك او الايميل اللي ما عندوش اي وسيله تواصل اجتماعي. مبدئيا كده عايزين نفتكر ايه هي الانيكواليتيز او المتباينات. طبعا هي لها تعريفات كتيره جدا، بس المهم الفكره الاساسيه والعامه. They are relationships between quantities. دي عبارة عن علاقات بين كميات that are different from each other، اللي هي بتكون مختلفة عن بعض. طبعا هي مش شكلا، بتكون مختلفة عن بعض من حيث المقدار نفسه، أكبر من بعض، أصغر من بعض، بيساوي بعض، وهكذا. inequality symbols denote the difference، يعني الرموز هي اللي بتبين الفرق أو بتوضح الفرق بمعنى صح. ودي طبعا شوية أمثلة. طبعا عشان نعرف نحل الكوادراتيك انيكواليتيز احنا لازم رقم واحد نساوي الاكسبريشن او اللي هو التعبير اللي بالدرجة التانية دوت بزيرو. رقم اتنين احنا بنعمله عملية بحث اشارة عشان نشوف الفترات اللي احنا عايزينها من الاخر كده. احنا نطبق اللي احنا اتعلمناه ده دلوقتي. نعمل مثال ده مثلا x سكويرد بلس 3x minus 10 less than 0. طبعا انا عن نفسي هستخدم الآلة الحاسبة عشان اوفر في الوقت ومتلخبطش برضو. 1 3 -10. هيطلع ان الاصفار بتاعت الاكسبريشن دوت هما 2 ونيجاتيف 5. هنعمل عملية بحث اشارة. هنا طبعا نيجاتيف 5، هنا 2. طبعا هنا الكوفيشنت او المعامل بتاع الاكس سكويرد موجب، يبقى هنا موجب، هنا موجب، هنا سالب، وهنا طبعا زيرو، هنا زيرو. هو عايز امتى الاكسبريشن دوت هيكون نيجاتيف او اللي هو less than زيرو، ففي الفترة من نيجاتيف 5 لغاية 2. ده كده بالنسبة لأول مثال. تاني مثال هنعمل نفس اللي عملناه فوق. رقم واحد احنا هنجيب الأصفار بتاعته 1 نيجاتيف 3 نيجاتيف t، هيطلع لنا 6 ونيجاتيف 3. فاحنا نيجي نعمل بحث إشارة نيجاتيف 3، هنا في 6. طبعا هنا برضو الكوفيشنت أو المعامل هنا إشارته موجبة اللي هو واحد، فهنا بالتالي موجب، هنا سالب، هنا موجب. هو عايزها امتى تكون موجبة، فطبعا احنا هناخد الفترات الموجبة. هنا طبعا صفر، هنا صفر، فبالتالي هتكون من نيجاتيف انفينيتي لغاية نيجاتيف 3. طبعا نيجاتيف 3 مش معانا، اللي هي الفترة دي كلها من الآخر يعني. اتحاد أو يونيون من 6 لبوزيتيف انفينيتي. وده بالنسبة للمثال التاني. بالنسبة بقى للمثال التالت، طبعا احنا لازم نحط الاكسبريشن اللي هو اللي فيه الاكسبريشن من الدرجة التانية كل في طرف لوحده. طبعا ديت أصغر من أو يساوي، بس للأسف الكيبورد مش عليه الرمز نفسه. فاحنا هنعملها x سكويرد minus 3x minus 3x plus 3 plus 2 أكبر من أو بيساوي 0. فطبعا هيتبقى معانا x سكويرد minus 6x plus 5. هنشيل طبعا ده كله. هيتبقى معانا x سكويرد minus 6x plus 5 more than or equal 0. هنيجي نعمل عملية تحليل عادي جدا. 1 negative 6 5. هيطلع ان الاصفار هما 5 و 1. هنيجي نعمل عملية بحث للإشارة. هنا 1 هنا 5، طبعا هنا 0 لأن دول زي ما اتفقنا أصفار. طبعا هنا الكوفيشنت اللي هو عبارة عن 1 إشارته موجبة، هنا 1، هنا موجب، طبعا هنا موجب، هنا نيجاتيف. هو عايز امتى تكون أكبر من أو بيساوي صفر، يعني اللي هي الفترة دي كلها الموجب واللي بيخليه يساوي صفر. فنوصل في الآخر بقى نفهم إن الفترات من نيجاتيف انفينيتي لغاية 1 يونيون من 5 لبوزيتيف انفينيتي، لان هو هنا زي ما شفنا هو عايز اكبر من او بيساوي 0. المثال الرابع والاخير x سكويرد minus x اكبر من او بيساوي 12، يبقى x سكويرد minus x minus 12 more than or equal 0. هنعمل عملية تحليل بسيطة عادي جدا. 1 negative 1 negative 12.
4 نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 4. طبعا الكوفيشنت هنا 1 يبقى موجب، هنا موجب، هنا موجب، هنا سالب، وهنا طبعا 0 وهنا 0. هو عايز الفترات اللي أكبر منها بيساوي صفر، يبقى هي الفترة دي كلها والفترة دي كلها، يبقى من نيجاتيف انفينيتي لغاية نيجاتيف 3 يونيون من 4 لبوزيتيف انفينيتي. وده كده بالنسبة للمثال الأخير. وبكده يكون الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.